وبالليلة الثانية ورغم تهديدات وتحذيرات حمدية إلها، اجت شذا التكريت وحضرت بسيارة عزوز ووقفت بباب البيت، وحمدية اضطرت تطلع لها وبقت تتوسل بأمها حتى تاخذ هالنوفة وياها، وحمدية رفضت تنطي بنية. وأثناء ما كانت شذا تتوسل بأمها ذاعوا بسماعات الجامع خبر مقتل مختار المحلة على إيد الإرهابيين. وحمدية من سمعت الخبر انقهرت عليه وخنقتها العبرة ودمعت عيونها، لأن تتذكر هذا الإنسان خير وحباب وأغلب الناس تحبه ودائما يسعى لفعل الخير. والمصيبة من سمعت من سعد أن واحد من اللي مشتركين بقتله يصير ابن أخوه، يعني من لحمه ودمه. وكل يوم اللي يمر تصير مصيبة جديدة، والناس ما صدقت أن المسلحين انسحبوا من سامرة، لكن بعدها ب5 أيام سقطت الموصل، وعلى أثرها صار حظر تجوال بتكريت. بيومها تمشت حمدية الراس الشارع حتى تجيب مخذر للبيت هناك، وسمعت 2 شياب يسولفون. قال له يقولون المسلحين راح يدخلون التكريت ويسيطرون ويسقطون المحافظة. رد عليه الثاني قال له منين لك هذا الحكي؟ شنو خو ما شادين نفسهم بصواريخ؟ شلون يدخلون التكريت؟ اسكت يا معود لا يسمعك واحد وتفضحنا. رجعت حمدية للبيت وصحت ميمي وسولفت له كل اللي سمعته بالسوق. رد عليها بكل برود أعصاب قالها يا معودة يمه لا تسمعين للحكي، هذولا يخربطون، انت ما تقلي لي منين تجيبين هاي الأخبار. بهاي الأثناء كثر طق الطلق، ميمي نكت فراشه وركض راد يصعد فوق السطح حتى يشوف مصدر هذا الطلق. حمدية تشلبت بيه ومنعته، وكان صوت الطلق كلش قريب على شارع المحافظة. شوية ودخل عليهم علاوي لونه مخطوف، قالها يمه يقولون المحافظة سقطت بيد المسلحين. حمدية طلبت من ميمي يتصل بحاتم ويتأكد من الخبر. ميمي من اتصل بحاتم لقاه خايف ومرعوب، قال له شنو هذا الخبر اللي سمعناه؟ قال له ما نعرف، بس المدير دخل بدل ملابسه وطلع وعافانا دايخين. رجع ميمي اتصل بخيون ونفس الجواب جاوبه انه المدراء عافوا المقرات وانهزموا وبدون ما يوضحون الاسباب لجماعتهم. حمدية خافت على الولد ومنعتهم من الطلعة برا البيت. بقى طق الطلق مستمر الى بعد الظهر، ساعة يزيد وساعة ينقص، الى ان صارت العصر وهدأت الامور طبيعية. وقبل المغرب بشوية ظهرت طيارة هليكوبتر افترت حول تكريت شوية والنوب راحت اختفت. من هدأت الأمور صاحت عليهم سعد من وراء الحائط وقالت لها حمامة دير بالك على ولدك ولا تخلينهم يطلعون، ترى الأوضاع كلش مو تمام، ويقولون المسلحين داخلين على المحافظة وكاتلين المحافظ، وبس لا تجي الحكومة وتقصف تكريت ويصير حالنا مثل الفلوجة. ردت عليها حمدية قالت لها يا معودة ايش جاي تحكين؟ فال الله ولا فالك. قالت لها مثل ما جاي أقلك، وتردين الصدق أنا قررت من باكر أطلع لبغداد قبل لا تجي الحكومة وتقصف تكريت بالطيارات. انت شفت الهليكوبتر شلون افترت على تكريت؟ يقول لك راح تروح تحمل براميل وتجي تشمرهن علينا مثل ما بشار الأسد يشمر على السوريين. هسه هي بين طيران الهليكوبتر وصيحتهم سعد على حمدية تقريبا نص ساعة. زين برايكم منو اللي قال لهم سعد انه هاي الطيارة راح تجيب براميل وتذبها عليهم؟ المهم نرجع لهم سعد، فقالت لها اي عيني الله اللي يستر، هذا المالك المجرم مو قال ابد ما ننطيها؟ والمصيبة ذول المسلحين مسوين فلك بالجنود لا الله يرضى بي ولا عباده. ردت عليها حمدية قالت لها يا جنود ذولا مفجوعة شو خوفتيني هواي. قالت لها يا انت ولا كنك عايشة، طلعوهم بالتلفزيون كم مسلح سايقيلهم مجموعة جنود وحتى ذبحوهم. ردت عليها حمدية قالت لها ولك منو قال لك لا تخوفينا؟ قالت لها مثل ما جاي اقول لك، وهسه المسلحين مسيطرين على القصور الرئاسية ومحتلينها. قالت لها زين اذا كل هذا صاير بتكريت شلون تردينا نطلع منها؟ ومنو يقول هذولا راح يخلونا نطلع؟ قالت لها والله ما اعرف، بس ابو سعد يقول ما انه ظل هنا نهائيا لان ما بيا حيل اخسر واحد من الولد بعد. رجعت حمدية من سعد وهي كاتلها الخوف من الكلام اللي سمعته. رجعت على الولد استشارتهم وقالت لهم نطلع ويا بيتهم سعد ونروح لبغداد ونخلص من هاي الشدة، لكن الولد عارضوها وما قبلوا وأصروا يبقون بتكريت. بالليل اجاهم حاتم للبيت وكان لونه مخطوف من الخوف، رفض يدخل للبيت وبقى واقف بالممر ويتصدد كأنما اكو شخص طارده. فقال للميمي شفت ولد مديحة صاعدين بسيارات الشرطة، هم صاروا الشرطة واحنا فرارية، ويذيعون بالسماعة مالتها اكو عفو للشرطة، بس اني ولا أأمن بيهم.
فقال له أخوي أريدك باكر تاخذني وتوديني الكركوك، لأن أخاف المسلحين يكضوني بالطريق ويذبحوني، لأن كنت أداوم بقوات سوات، وأنا أدري بعلاقته قوية بولد مديحة وولد شاكر ليلو. قبل لا يكمل حاتم حكيه ويا ميمي، سمعوا صوت سيارة وقفت بالباب والدك هورن، وجماعة يصيحون من وراء الباب: وينك أبو القاسم؟ عافهم ميمي وطلع يركض للباب. بعد دقيقتين رجع دخل للبيت، ذب دشداشته ولبس زي هندي كان مفصله جديد، ومر من قدام حاتم وبكل ثقة قال له: لا تخاف أخوي، الخليفة صدر عفو عام، يعني ما حد يقدر يعترض لك. حمدية من سمعت كلام ميمي انصدمت، شنو اللي جاي يصير حواليها؟ حتى فكر ما بقى براسها، وقالت: عزل عزاج حمدية، هذا ايش صار لميمي؟ شو حتى طريقة كلامه اختلفت، ايش راح تقولين؟ ايش راح تحجين؟ وين تنطين وجهك؟ ركضت وراه للباب وهي ترجف وخايفة وما تعرف شنو اللي جاي يصير. صاحت عليه ما رد عليها. قبل لا توصل له صعد بالسيارة مال الشرطة وحرك. طلع حاتم من البيت مكسور خاطره ومصدوم بميمي وبتصرفاته. بعد ما صحت حمدية من صدمتها بميمي، بدت تسولف ويا علاوة ويا حمزة.